منبر المستمعين أو ملتقى المستمعين يريد أسماعكم الطيبة عبر أثير إذاعة الجزائر من قلمة. لطفي سيد على الهندسة الصوتية، ميكروفوني كريم البناوي. الحديث في هذا العدد عن الكلام الفاحش الذي انتشر بشكل مخيف وسط الجزائريين وأصبح متداولا بصورة عادية في الشوارع حتى في البيوت، والأكثر من هذا لا يقتصر على الكبار بل تعدى إلى الصغار والعنصر النسوي أيضا، حتى أن شريحة واسعة من الجنس اللطيف باتت تتفوه بعبارات لا يقدر معشر الذكور على نطقها. 044 46 80 80. دائما نقولوا التنشئة الاجتماعية تبقى سيدة الموقف. دائما الأولياء هم المسؤول الرئيسي عن تصرفات الأبناء، حتى في الصحبة الأبناء يبقى الولي هو المراقب، هو المرافق في مثل هكذا تصرفات. ونقول تاني أيضا الأولياء يجب مرافقة الأبناء ويجب متابعة الأبناء، والصاحب ساحب كما قالها الدكتور منصف هرقة، تحياتنا له في هذه النقطة. أنه لما نشوفوا حتى لا يقتصر الكلام الفاحش عند الذكور فقط، ما حتى عند النساء أصبح شائعا في الوقت هذا، ولا شائع بنسبة كبيرة لما نشوفوا فتاة تحدث مع فتاة بكلام فاحش. كانت بكري الحشمة درك عاد تهدر بها وتسمع. نستقبل اتصال. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام سي حسين، وش راك؟ لاباس يا عبد الكريم؟ لاباس والله لاباس الحمد لله. وش راك انت؟ ربي يبارك فيك اخويا يعيشك. على بالي موضوع حساس اختاره لنا حسين من مسيلة. نعم تفضل حسين، راني في الاستماع. ربي يبارك فيك. والله اول حاجه تحيه لخونا حسين من مسيلة. رغم ذلك نقول له شوف، نقول لك في المسيلة بارابور اللي اذا قارناه بولايه قالمه وسوق هراس بسه والشرق الجزائري اقصى الشرق الجزائري، راكم في نعمه كبيره. اروح قول له القالمه وتسمع العجب العجاب على كل حال. نعم بالطبع. اول حاجه التنشئه الاجتماعيه، التنشئه الاسريه والعائليه. الطفل ينوض من نعومه اظافره يسمع باباه يسب امه بالكلام الفاحش، ويسمع باباه يسبه بالكلام الفاحش، راح يترعرع ويتربى على الكلام البذيء هذاك يشوف فيه في الدار. اذا خطر ما تربى وشافه وسمعه في الدار عادي خلاص، راح يخرج للزقاق ولا الشارع ويسمعه عادي. حتى ولو كان العائله ما تذكرش كلام الفاحش في الدار، الطفل الصغير يتسمح له انت يا باباه وامه، الناس مقيله في الدار، هو ولده يدور من زنقه من شارع لشارع، يهبوا مع كل رايح ومع كل جاي. سي نورمال ولدك يتعلم الكلام ماشي مليح. انت في الدار 8 و9 10 مروح، وولدك صغير مليح يلعب الزنقه، سي نورمال يتعلم حوايج ماشي مليح. هذه اول حاجه بالطبع صح. ثاني حاجه هو انه اللي حاب نقولها، انه الفجور في الكلام هذايا راه قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، راهو صفه من صفات المنافقين على كل حال. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. من بين الربع هذه اذا خاصم فجر. اذا كنت تعارك مع انسان، تعاركت مثلا سوادي قدر ربي تعاركت مع انسان، اذا عط راجل بين الدبسه تاعك هذا كان هو نورمال انسان ما يتعاركش مع الناس، بصح الا كان حاصته باص بين ذراعك ماشي تسب وتكلم الفاحش وتسب على الذات الالهيه، لانه رب العالمين سب الذات الالهيه تخرج من المله، راك كافر بالله. عباك نورمالمون ويعاود يسب الله الذات الالهيه، لازم له 3 شهود ويروح يعاود الشهاده ويغتسل من جديد ويدخل الانسان من جديد. ثالث حاجه حبي نركز عليها هو الامر او غياب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المشكله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من راى منكم منكرا فليغيره كذا، ولكن الاشكاليه وين؟ القانون ما يحميكش يا عبد الكريم. نعم بالطبع. تلقى مثلا واحد ما يسب ولا حاجه تهضر معاه تلقاه مبزك بالكاشيات وبالضراوق وكذا، انت بوي عائله يفلقك ما عم بالوش بروحه خلاص، يفلقك موس يجبدك مصارتك على برا جيبها في روحك. هي نورمالمون من على هذا. لكن حسين اسمح لي، لكن هنا المشرع الجزائري وضع ماده قانونيه تنص على معاقبه اي شخص يسب الجلال اسم الجلال. غير منخرج هذه عبد الكريم. نعم بالطبع. هذا غير منخرج. نقول بركه باللي نورمالمون كي تكون هناك هيئه او هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث كما قلت نتايا الذي يتفوه ويتجرأ على ذكر الكلام الفاحش على لسانه او سب الذات الالهيه، يديه للكوميسار بين قوسين، يعطيوه بالزرواطه مليح ويسيبوه
والله العلي العظيم سي عبد الكريم ما يحل فمه وما يهضر كلمه فاحشه بزقاق. هذا هو لانه وش يقول حديث الله باش يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. واحد خاطر تحكم واحد انسان تقول له قال الله عز وجل قال الله تعالى ما يستجيبش، بصح كي تعطيه بالزرواطه مليح كاين طباع بشريه ونفوس بشريه لا يليق معهم لا وعظ ولا ارشاد، ولكن لا يليق معهم الا الدبوز والعصابه يرجع الطريق. هذا ما عندي انا كل عبد الكريم. يعيشك، شكرا لك حسين على هذه المداخله، ونتمنى نقولوا احنا دائما ربي يهديهم ان شاء الله الكامل الشباب والشابات. ونزيد نقطه برك مهمه، انه اللي يتفوه بالكلام الفاحش ولا يكفر على ربي مش هتخوفنا، بالعكس راح نزيدوا نكرهوك اكثر من راك مكروه بعد. انت ربي سبحانه كرهك، وين كيزيدوا احنا هذا الشيء؟ انت احنا كبني ادم حتى نحن نكرهك اكثر منه. لكن في هذه النقطة ظاهرة السب والشتم عادوا يشوفوها فخرة، عادوا يشوفوها حاجة كبيرة يخلعك بها، مثلا لما يطيح الكلام ولا يكفر على ربي يخلعك. لكن خويا العزيز واختي العزيزة اسمحي لي ولا اسمح لي خويا العزيز، راك اسفل السافلين مع كل احتراماتي، وما نقدرش نقول لك مع كل احتراماتي. نستقبل اتصال. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا الاخت. نعم الاخت راني ما سمعش فيك، راك مديره الانترفون وتهضري، من فضلك نحي الانترفون وحطي التليفون في ودنك باه نسمعوك حنا، باسكو صوتك راهو كل صدى. سامحني هكا هضره هكا نسمعك. عاودي لي واش هضرتي لي من الاول. قلت لك اخي العزيز يعني والله بصراحه يعني عاد مجتمع الخمس عدنا نأدي في الشارع نسمعوا كلام يعني ما يستوعبش العقل. صح، هذه النقطة راي نشوفوها، رانا عايشين في الواقع، رانا نشوفوا. نعم حسب رأيك من مسؤول؟ من الأبوين. من الأبوين. أنت عندك الأبناء الأخت ولا لا؟ عندي ولدي بس الحمد لله صراحة ما خليهش يخالط، ما خليه عندك حق، ما يجيبليش هضرة زايدة يعاقبه الحمد لله. نعم. الأخت مثلا على سبيل المثال لو تفوه بكلمة صغيرة مثلا وما عجبتكش، كيف تكون ردة فعلك؟ صدقني نشوك. هي تتشوكاي مفروغين من هذه والله. هي والتصرف تاعك وش راح تكون لا رياكسيون تاعك معه؟ والله صار مشوكة فيه، نولي ننصح فيه ما تمشيش. نعم. المهم الأمر الأول والأخير راجع للوالدين. بالطبع الأولياء هم المسؤول الرئيسي في هذه النقطة. نعم، ويعني لكن يعني احنا يعني التقنية الأولياء هم الصحيين. نعم، مسؤول الرئيسي من اللي يبدأ يعرف صلاحه الطفل حتى السن 16 سنة 15 سنة تم فضت مسؤولية. لكن ما ربيتيش في السن هذا وما استثمرتيش في ابنك راح ما قاش لا تحكم ولا انت لا غيرك. انا اخي عيطت نشارك غير في الملاحظات نشوفها برا، والله العظيم ما يستوعب راسك. صح، انا نشوفه فيهم، انا مواطن. ما يقدروا مرأة راجل، ما يقدروا العزباء، ما يقدروا حجة، ما يقدروا حاج. سبحان الله. نعم بالطبع. شكرا لك شكرا جزيلا على الحصة، هاي عجبتني بزاف، ونتمنى لكم للأسف انقطع الاتصال. الأخت 044 46 80 80. هذه الكلمة التي راقت لي في حديث عن هذا الموضوع. الأولياء في قفص الاتهام والأبناء يقطفون سموم الشارع. ألو مساء الخير. مساء الخير يا كريم، واشك اخويا؟ لاباس الحمد لله، وش راك انت؟ والله نحمد ربي ونشكره. الحمد لله. وش رايك في هذا الموضوع الكلام الفاحش؟ والله كارثة. تصور اخويا كريم، يعني يخرج من مؤسسة تربوية قرأ درس تاع تربية إسلامية عن حقوق الجار، عن احترام الجار، عن الكلام، يعني يقريه دروس تربية. بمجرد ما يخرج يتفوه بالكلام هذا الفاحش قدام حتى مع صاحبه، يعني هو يتفوه بالكلام هذا، يعني والاستاذ اللي قرأ هذاك الدرس يسمعوا بعد. واش رايك انت في الشيء هذا؟
وش رايك في الشيء هذا؟ راني قاعد انا نسال فيك، حاب ندي رايك انت كاستاذه ام عبد الرحمن اي والله في يعني وين كنتوا شي تقريوا انتم كاساتذه، دوركم هنا في هذه النقطه؟ والله الشيء يحير يعني بالرغم يعني من التعليمات يعني التوجيهات والله شغل ما تهدرك، شغل ما تضيفي راسك في حائط. نعم بالطبع. هنا مسؤولية الجميع. في الاسواق في نقولوا في المواقف تاع هذيك، يعني في كل بلاصه ماشي حتى ماشي مقتصر على بس مكان معين. نعم بالطبع، ما يقتصرش حتى على الابناء، البنات، على الذكور، على الصغار، على الكبار. ذكور صغار حتى الكبار يعني حتى الاولياء في حد ذاتهم. نعم، لأنه أصبح الشارع هو اللي أصبح مدرسة، والكلام الفحش نغمة يسمعوها الجميع. تعدي أنت والوالدة تاعك، ولا أنت وأختك، ولا أنت والزوجة تسمعها في المقاهي، في بارتو وندور في أنت من ولي بعد هو قاعد يتفوت. صح، كاين الأولياء، كاين بعض الأولياء قدام ابنه يطيح القدر هنا، ما قد فيها معيشة لا والو. السلام عليكم. يعني يقول لك بابا هو النموذج، هو القدوة، يهدر كيما هيك يعني، وش يعني حتى هو نعم، وتشوفوها بارتو ثانية. حاجة مليحة منه يعني. نعم، ونشوفوها ثانية، وحتى الظاهرة دي راهي كاينة في النقل الحضاري. النقل الحضاري رانا نشوفوها ياسر في كل ما أماكن. وكاين اللي مش يعجبو، مش تعجبو هضرتي، مي الله غالب نهضرها. تهضرها نعم، كاين في بعض النقل الحضاري، ما نقولوش كامل، لكن بعض فقط، كل حاجة قليلة. كل وقفة واحدة. نعم بالطبع. ان شاء الله ربي يعفو علينا برك. ان شاء الله يا رب. يعيشك. شكرا لكم عبد الرحمن، شكرا، مع السلامة. النقل الحضري كما قلت، كاين بعض نقل حضري محترمين الله يبارك، ربي يعطيهم ويرضيهم، وكاين البعض تلقاهم بالكلام الفاحش يخلع في الناس، والناس متخلطين، والناس بعيلاتهم بنسائهم راكبين. خويا العزيز، نقص كعبة وبشوية على روحك برك، واحترم شوية الناس. هذا ما نقوله لك برك من هذا المنبر الإعلامي. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، 44 دقيقة بعد 6 العشية، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قلمة وما جاورها. آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هنا إذاعة الجزائر بن قلمة.